أبطال بريب 1. يلا بينا هناخد دلوقتي مع بعض lesson 2 من unit 2 The Magnetic Forces. بجد أنا بسميه الدرس الهدية في المنهج، درس محتواه بجد بسيط جدا جدا جدا، وكمان الكم بتاعه صغير، يعني إن شاء الله هنخلص الدرس وهنذاكره وهنحل في وقت صغير جدا بإذن الله. يلا بينا بقى نبدأ على طول ونقول بسم الله. The Natural Magnet Rock أو اللودستون، حجر المغناطيس الطبيعي. ده نوع من أنواع الروكس اكتشفوه من سنين كتير from thousands of years was discovered in Magnesia region of ancient Greek، في منطقة مغنيسيا في الانشنت جريك في اليونان القديمة. طيب هو زيه زي أي نوع تاني من الروكس؟ لا طبعا مختلف، لأن أنا عندي the natural magnet rock أو اللودستون characterized by its ability to attract certain metallic objects. يعني لما بقربه من certain metals بيعمل لها ايه؟ يعمل لها attraction. ده بالنسبة للناتشورال ماجنت روك، حجر المغناطيس الطبيعي. طب بالنسبة للindustrial magnets، المغناطيس بقى الصناعي، the production of the industrial magnets began in the 19th century، في القرن ال19. دي كانت مقدمة نظري بسيطة لازم ان احنا ناخدها، ودلوقتي بقى هنبدأ الدرس بتاعنا ونشوف the structure of the magnets، وكمان نعرف the different types of the magnets. Any magnet has two ends known as the magnetic poles. أي ماجنت بيكون ليه two ends، كل end منهم بسميها magnetic pole. عندي south magnetic pole وكمان عندي the north magnetic pole. The south magnetic pole أول letter عندي إيه؟ S، يبقى على طول symbolized by S. وكمان عندي marked by blue color، بيميزوا اللون الأزرق. طب بالنسبة للنورث بول طبعا عندي هنا أول letter N، يبقى على طول symbolized by letter N. طب marked by أنهو color؟ by the red color، بيكون بيميزوا اللون الأحمر. تعالوا كده نشوف مع بعض the different shapes of the artificial magnets. عندي أول حاجة الرينج ماجنت، بيكون بالمنظر ده. طبعا عندي قلنا ان انا عندي الريد كلر يعني النورث بول، وعندي هنا البلو كلر يعني الساوث بول. وكمان عندي هنا ان ده الماجنت بيكون بالشكل ده اهو، هنا عندي برضو هنا ده الساوث وهنا ده النورث. وهنا عندي كمان الهورس شو ماجنت اللي هو بيكون بالمنظر ده، وهنا طبعا زي ما قلنا ده الساوث بول، وهنا عندي ده النورث بول. وكمان عندي البار ماجنت، البار ماجنت اللي هو الشكل اللي احنا بنشوفه كتير، هنا هيكون الساوث بول وهنا عندي النورث بول. فعندي different shapes of the artificial magnets، وطبعا كل شيب بيكون ليه uses مختلفة عن التاني. طيب وانا لو عندي ماجنت بالمنظر ده ورحت مسكته وكسرته نصين، هل هيكون عندي نورث بول لوحده والساوث بول لوحده؟ طبعا مستحيل. It's impossible to obtain a single magnetic pole. مستحيل يكون عندي single magnetic pole أو isolated magnetic pole. مستحيل كده يكون عندي north pole لوحده والساوث pole لوحده. أمال إيه اللي بيحصل؟ بيتكون عندي two new magnets، كل واحد فيهم ليه north pole وساوث pole. طب أهو أخدت واحد منهم تاني وكسرته نصين، برضو هيتكون عندي two new magnets، كل واحد فيهم ليه north pole وساوث pole. يبقى انا هقول له when a magnet is divided into several parts، لما هاجي هكسر الماجنت بتاعي ل several parts each part of them forms a new magnet، بيكون new magnet with two poles. one of them is the north pole and the other is the south pole. يبقى لو قال لي هنا give reason، اهو لو قال لي هنا سؤال give reason it is impossible to obtain a single أو an isolated magnetic pole. مستحيل ان يكون عندك single أو isolated magnetic pole، يعني south pole لوحده أو north pole لوحده. هقول له ايه؟ لأن أنا عندي when a magnet is divided into several parts، لما باجي ان انا اقسم الماجنت بتاعي ل several parts each part of them forms a new magnet with two poles. One of them is the north pole and the other is the south pole. Metals are classified according to their attraction to magnets into magnetic materials و non-magnetic materials. يعني ايه؟ يعني عندي الميتالز اللي عندي يا اما بتكون magnetic materials. يعني ايه magnetic materials؟ يعني لما بقرب منها الماجنت بيحصل لها attraction towards the magnet. طب بالنسبة للنون magnetic materials دي metals برضو، بس لما هقرب منها الماجنت مش هيحصل عندي أي attraction towards the magnet. يبقى عندي هنا
الميتالز يا إما magnetic materials اللي هي الماتيريالز that are attracted to magnets، أو عندي non-magnetic materials اللي هي الماتيريالز that are not attracted to magnets. طيب عندي هنا المagnetic materials زي عندي السوفت ايرون، زي عندي الكوبالت، زي عندي الايرون او الستيل، زي عندي النيكل. طب بالنسبة للنون ماجنتيك ماتيريال زي عندي الجولد، لو انا قربت حاجة ذهب حاجة جولد من ماجنت طبعا مش هيحصل لها اي اتراكشن لان هي نون ماجنتيك ماتيريال. زي عندي الالومنيوم، زي عندي الكبر، زي عندي السيلفر، كل دول نون ماجنتيك ماتيريالز. يبقى عندي الماجنتيك ماتيريالز هقرب اي واحد منهم من الماجنت هيحصل له اتراكشن، لكن عندي النون ماجنتيك ماتيريال ولا اي حاجة هتحصل، هقرب منهم الماجنت مش هيحصل عندي أي attraction towards the magnet. طيب جايب لي سؤال وبيقول لي what happens when a magnet is brought close to a mixture of copper filings, iron filings and sand. فاكرين لما كنا بنتكلم على heterogeneous mixtures وقلنا ان انا لو عندي mixture of copper filings, iron filings وكمان sand كنت بستخدم magnetic separation method, one of the physical separation methods. طيب كنت بعمل ايه؟ كنت ببدأ ان انا اقرب منها ماجنت، الماجنت هيعمل بس اتراكشن للايرون فايلنجز، فكده هقدر ان انا افصل الايرون فايلنجز عن الايه؟ عن الكبر فايلنجز وكمان عن الساند. يبقى هقول له only iron filings are attracted to the magnet. طبعا عندي الايرون فايلنجز هي الوحيدة اللي هيحصل لها attraction towards the magnet لان طبعا الايرون from magnetic materials، لكن عندي سواء الكبر سواء الساند مش هيحصل لها اي attraction towards the magnet لان طبعا الكبر وكمان الساند from the non-magnetic materials. عندنا life application مهمة جدا the magnetic brush. Forensic and criminal investigation experts use magnetic brush and iron filings in criminal investigations to achieve justice by detecting the unclear fingerprints. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا المagnetic brush وكمان الايرون فايلنجز to detect the unclear fingerprints علشان ان هم يقدروا ان هم يكشفوا على unclear fingerprints اللي هي البصمات الغير الواضحة. طيب تعالوا كده نشوف البروسيدور ازاي بنستخدم المagnetic brush to detect the unclear fingerprints. أول حاجة bring the magnetic brush close to the iron filings which are attracted to it. يعني هبدأ إن أنا أقرب المagnetic brush من iron filings، أكيد طبعا هيحصل عندي attraction للiron filings towards the magnetic brush. بعد كده هاخد بقى المagnetic brush وباص the brush over the surfaces where the unclear fingerprints are present. هبدأ ان انا اعدي بقى على البرش دي على السيرفيسز اللي فيها الانكلير fingerprints. ايه اللي هيحصل؟ some iron filings stick to the traces left by the fingerprints. هتبدأ جزء من الايرون filings دي هتبدأ ان هي تلزق في التريسز left by the fingerprints، هتلزق في اثار الفينجربرينتس اللي هي الانكلير اللي مش واضحة بالنسبة لنا making them visible، فهتبقى visible ومرئية ونقدر ان احنا نتعرف بقى على unclear fingerprints. The properties of magnets. اول حاجة لو انا عندي magnet اهو انا عندي المagnet بالمنظر ده وبدأت ان انا اقربه من iron filings، هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان انا عندي iron filings attracted to the magnet with the highest density at the two poles. هنا في iron filings كتير قوي وهنا في iron filings كتير قوي، وكل ما هقرب من الميدل كل ما هلاقي ان density of the iron filings decreases. بلاقي ان هنا الايرون فايلنجز بتقل لحد ما نوصل للايه؟ للميدل اوف ذا ماجنت. ليه الكلام ده؟ لان انا عندي the attraction force او المagnetic force of the magnet is strongest at the two poles. هنا عندي المagnetic force بتاعت المagnet بتكون the strongest at the two poles and it decreases as we move toward the middle of the magnet. كل ما هنقرب من الميدل of the magnet بنلاقي ان المagnetic force decreases. اهو شايفين الصورة دي؟ شايفين اهو الماجنت اللي هو مقربه من الايرون فايلنجز، لقينا ان الايرون فايلنجز بيكون the highest density at the two poles. ليه؟ لان احنا قلنا ان انا عندي المagnetic force بتكون the strongest at the two poles، بتكون اكتر حاجة واقوى حاجة عند التو poles.
يعني لو جه سؤال وقال لي What happens when a bar magnet is dipped into iron filings؟ لو جبت بار ماجنت وحطيته في iron filings ايه اللي هيحصل؟ هقول له ان ال iron filings are attracted to the magnet with the highest density at the poles. هنا عندي ال highest density at the pole and the density of the filings decreases at the middle of the magnet. وكل ما أقرب من الميدل كل ما ال density of the iron filings decreases. يبقى هنا أول حاجة لازم نكون عارفينها إن أنا عندي المagnetic force of the magnet بتكون the highest at the two poles. أقوى حاجة ليها بتكون at the two poles. هنا عندي هنا بالنسبة للمagnet في البولز النورث بول والساوث بول بتكون المagnetic force بتكون the strongest أو the highest. تاني property من ال properties of the magnet is that when a magnet is suspended freely it always takes a certain direction influenced by the earth which is acts as a huge magnet. يعني إيه؟ يعني عندي الأرث دي تعتبر huge magnet أكنها مغناطيس عملاق huge magnet. طيب احنا عارفين ان انا عندي دوت كده the geographical north pole of the earth القطب الشمالي الجغرافي للأرض. وهنا عندي طبعا the geographical south pole of the earth القطب الجنوبي الجغرافي للأرض. واحنا بناخد الدراسات هنا عندي ده القطب الشمالي وده القطب الجنوبي the geographical north pole of the earth القطب الشمالي الجغرافي the geographical. عندي بقى لو انا اعتبرت الارث دي huge magnet هعكسهم. يعني ايه؟ يعني عندي the geographical north pole of the earth هو the magnetic south pole of the earth. يعني دوت هنا دوت كده لو huge magnet هيبقى عندي ده الساوث بول ودوت عندي هنا النورث بول of the magnet. يبقى عندي هنا the geographical north pole of the earth هو the magnetic south pole of the earth. وعندي هنا the geographical south pole of the earth القطب الجنوبي الجغرافي اللي احنا واخدينه في الدراسات هو ايه؟ هو the magnetic north pole of the earth. طيب وانا لو عندي بقى ماجنت suspended freely بالمنظر ده علقته freely بالمنظر ده وبدأت ان انا ازقه زقة وسبته، بعد ما هسيبه هيفضل يتحرك رايح جاي لحد ما هيثبت. لما هيثبت هبص الاقي ان هو واخد دايركشن معين. طب هزقه كمان مرة كمان هبص الاقيه لما هيثبت هياخد نفس الدايركشن. طيب ايه اللي حصل؟ هلاقي ان انا عندي the north pole of the freely suspended magnet هيشاور على ايه؟ هيشاور على ال geographical north pole of the earth اللي هو the magnetic south pole of the earth. طيب بالنسبة للساوث بول of the freely suspended magnet هيشاور هنا بقى على ايه؟ هيشاور هنا على ال geographical south pole of the earth اللي هو the magnetic north pole of the earth. تاني نقولها بالراحة، أنا هنا عندي magnet suspended freely معلقاه كده freely بالمنظر ده وزقيته كده زقتين هيثبت على direction معين. هنا عندي النورث بول للماجنت ده هيبدأ يشاور في اتجاه معين. الاتجاه ده هو ايه؟ هو الجيوغرافيكال نورث بول اوف ذا ايرث اللي هو اتجاه الشمال الجغرافي للأرض. طب عندي هنا الساوث بول هيشاور على الايه؟ هيشاور هنا لاتجاه الجنوب الساوث بول اوف ذا ايرث الجيوغرافيكال ساوث بول اوف ذا ايرث اللي هو اتجاه الجنوب الجغرافي للأرض. زي كده عندي ايه؟ زي عندي فكرة البوصلة هنقولها حالا، الكومباس البوصلة هنقولها حالا. يبقى أنا عندي هنا من ال properties of the magnet إن أنا عندي when a magnet is suspended freely it always take a certain direction. دايما لما هيثبت هياخد certain direction influenced by the earth. طبعا لأن أنا عندي الأرث دي تعتبر huge magnet. عندي هنا life application the compass البوصلة an old tool used to determine the earth's four main geographical directions. يعني عن طريق الكومباس
بقدر ان انا اعرف the four main geographical directions اللي هما النورث والساوث والايست والويست. طيب ازاي؟ انا عندي هنا بيكون في free moving magnetic needle. عندي هنا نيدل ماجنت بيكون فري موفينج، بيتحرك فريلي زي هنا بالظبط الفريلي سسبندد ماجنت، يعني هيتحرك يمين وشمال براحته فريلي. لما هنا هثبت الكومباس بتاعتي عندي the north pole of the magnet هيبدأ يشاور على الجيوغرافيكال north pole of the earth، وعندي هنا الساوث بول of the magnet هيشاور على الجيوغرافيكال south pole of the earth. طبعا طالما عرفت النورث وعرفت الساوث كده هكون عرفت الايست وهعرف كمان الويست، يبقى كده هعرف الفور مين geographical directions. طيب بالنسبة لإيس structure زي ما قلنا a free moving magnetic needle fixed at its axis بتكون متثبتة من الأكسس بس بتاعها، و placed inside a copper or plastic box. لازم البوكس اللي بيكون فيه المagnetic needle ديت لازم يكون من الكبر أو البلاستيك. ليه؟ لأن أنا عندي الكبر والبلاستيك الاتنين non-magnetic materials، فكده مش هيحصل عندي أي attraction بين المagnet ده وبين البوكس، فطبعا ده مش هيأثر على الحركة بتاعتها، فهقول له to prevent the attraction between the needle and the box material which can affect on its movement. The law of attraction and repulsion قانون التجاذب والتنافر. لو أنا عندي two different poles أو عندي هنا north pole و south pole of two different magnets وبدأت إن أنا أقربهم من بعض، إيه اللي هيحصل؟ أكيد هيحصل عندي attraction between the two magnets. يبقى هو لو عندي two different poles of magnets are brought close to each other، إيه اللي هيحصل؟ the poles of the two magnets attract each other. طب لو أنا عندي بقى similar poles، عندي south pole و south pole أو north pole و north pole، وبدأت إن أنا أقرب التو magnets من بعض بس هنا من الناحية اللي فيها التو similar poles، إيه اللي هيحصل؟ هلاقي إن أنا عندي poles of the two magnets repel each other، بيحصل بينهم repulsion. يبقى أنا عندي هنا the law of attraction and repulsion، هقول إن أنا عندي like أو similar magnetic poles repel each other. لو عندي north و north أو south و south هيحصل بينهم repulsion، while unlike أو different magnetic poles attract each other. لو أنا عندي هنا north و south poles هيحصل بينهم إيه؟ هيحصل بينهم attraction. تعالوا كده هناخد مع بعض سؤال بسيط هنطبق فيه عن ال law of attraction and repulsion. بيقول لي هنا the opposite figure shows four ring shaped magnets. عندي هنا four ring shaped magnets placed around a vertical rod زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده. If you know that the lower pole of magnet A is a north pole، اهو انا عندي هنا المagnet A بيقول لي هنا the lower pole of magnet A is a north pole. بيقول لي هنا deduce the type of pole for each of the magnets 1 and 2. عايز هنا ان انا اقول هنا the lower pole of magnet D هيكون ايه، وكمان عندي lower pole of magnet B هيكون ايه. طالما عندي هنا lower pole of magnet A كان north pole يبقى اكيد هنا عندي upper pole of magnet A كان south pole. طيب انا عندي هنا ما بين ماجنت A وماجنت B في حاصل بينهم ريبالشن بعاد عن بعض، يعني لازم هنا البول اللي هنا يكون زي ده، لازم يكونوا two similar poles، فاكيد هنا the lower pole of magnet B هيكون برضو south pole عشان يحصل بينهم هنا repulsion. يبقى طبيعي upper pole of magnet B اكيد هيبقى north pole. طب انا عندي هنا ما بين ماجنت بي اللي باللون الاصفر وماجنت سي اللي باللون الازرق في حاصل بينهم attraction، معنى كده ان اللور بول اوف ماجنت سي هيكون مختلف عن الابر بول اوف ماجنت بي، يعني هنا عندي اللور بول اوف ماجنت سي هيكون ايه؟ اكيد هيكون ساوث بول، اهو هاخده كده باللون الازرق هيكون ساوث بول. طيب طالما عندي اللور بول اوف ماجنت سي ساوث بول يبقى اكيد الابر بول بتاعه هيكون ايه؟ اكيد طبعا هيبقى نورث بول. وطالما هنا عندي في ريبالشن حصل بين ماجنت سي وماجنت دي
يبقى على طول ال two poles دول are similar. يبقى عندي هنا the lower pole of magnet دي طبعا لازم يكون ايه؟ يكون برضو north pole علشان هنا حاصل بينهم repulsion. يبقى عندي هنا ال upper pole بقى آخر pole هنا of magnet دي أكيد south pole. طيب هو هنا اللي عايزه ايه؟ أول حاجة pole 1 of magnet B. عندي هنا المagnet B البول 1 قلنا ان هو ايه؟ قلنا ان هو south pole. تمام. طيب بالنسبة the upper pole of magnet C، عندي المagnet C اللي باللون الأزرق الupper pole قلنا ان هو طلع north pole. طالما في هنا في repulsion بينه وبين magnet D يبقى على طول the lower pole of the magnet D اللي هو number 2 اللي احنا عايزين نعرفه هيكون north pole. بعد ما أخدنا مع بعض the law of attraction and repulsion أنا حبيت أرجع لكم تاني على الجزء ده لأن في حاجة مهمة جدا لازم تكونوا فاهمينها. فاكرين لما قلت لكم لو عندي هنا freely suspended magnet وسبته هنا يتحرك كده freely moving freely قلنا ان هو ايه؟ لما هيثبت هيكون عندي الnorth pole of the magnet directed towards the geographical north pole of the earth. طيب ليه؟ لأن احنا قلنا إن geographical north pole of the earth هو الساوث magnetic pole of the earth. يعني أنا لو اعتبرت إن أنا عندي هنا الأرث huge magnet يبقى لازم يحصل عندي attraction between the different poles. عندي هنا النورث pole of the magnet هيبدأ بقى إن هو هيكون إيه الدايركشن بتاعه towards the south pole of this huge magnet اللي هو the geographical north pole of the earth. وهو العكس كمان أنا عندي هنا الساوث pole of the magnet هيبدأ بقى إن هو يكون الدايركشن بتاعه towards إيه؟ towards the geographical south pole of the earth. ما احنا عارفين إن ال geographical south pole of the earth هو the magnetic north pole of the earth of this huge magnet. فلازم يحصل بينهم برضو ايه؟ هيحصل بينهم attraction علشان كده الدايركشن of the south pole هيكون ناحية ايه؟ ناحية الدايركشن of the magnetic north pole of the earth اللي هي the geographical south pole of the earth. آخر حاجة خالص عندنا في الليسن the magnetic field. تعالوا كده نشوف لو أنا عندي magnet والماجنت دوت بدأت إن أنا أقربه من ايرون بيس. ايه اللي هيحصل؟ لو انا هنا لسه بعيد عن الايرون بيس مش هيحصل اي اتراكشن. هبدا اقرب الماجنت واحده 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 لحد اما هبص الاقي ان حصل اتراكشن of the iron piece towards the magnet. طيب ليه ما حصلش عندي اتراكشن لما كان الماجنت بعيد عن الايرون بيس؟ لان انا عندي في حاجه اسمها magnetic field. في هنا region around the magnet اسمها magnetic field in which the effect of the magnet appears. يعني ايه؟ يعني عندي هنا طول ما الايرون بيس هتكون بره المagnetic field مش هيحصل اي attraction. لكن لو عندي الايرون بيس ديت هنا دخلت جوه المagnetic field هنا دخلت هنا في المagnetic field على طول هيحصل attraction. يبقى انا عندي المagnetic field is the region of space around the magnet where the effect of its magnetic force appears in it. احنا هنا بنعبر عن المagnetic field lines اللي هي المagnetic field lines. المagnetic field lines دي خطوط وهمية imaginary lines يعني مش بنشوفها كده بعينينا، لا هي imaginary lines that represent the force of the magnetic field اللي بتعبر عن المagnetic field. تعالوا كده نشوف مع بعض the shapes of the magnetic field lines. أو أنا عندي هنا the different shapes of the magnetic field lines. لو أنا عندي هنا one magnet عندي بس one magnet بتكون شكل المagnetic field lines بالمنظر ده. طب أنا لو عندي two magnets وبدأت إن أنا أقربهم من بعض بس هنا from different poles يبقى هنا عندي the magnetic field lines between two different poles of two magnets. هيحصل طبعا عندي هنا إيه؟ هيحصل بينهم attraction بيكون هو ده شكل المagnetic field lines. طب أنا لو عندي بقى magnetic field lines between similar poles قلنا لو عندي two similar poles of two magnets إيه اللي هيحصل؟ أكيد طبعا هيحصل بينهم repulsion. في دوت هيكون طبعا منظر المagnetic field lines. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض كده the properties of the magnetic field lines.
أول حاجة إن هي imaginary lines that don't intersect with each other. زيها زي مين؟ زي الإلكتريك فيلد لاينز، قلنا الكلام دوت في الليسن اللي فات. يبقى أنا عندي المagnetic field lines imaginary lines، خطوط وهمية that don't intersect each other، مستحيل يحصل بينهم أي overlapping، مش بيتقاطعوا مع بعض. كمان they start from the north pole of the magnet and end at the south pole. بتبدأ من النورث بول وبتنتهي فين؟ في الساوث بول. فاكرين لما كنا بنقول electric field lines كنا قلنا ان بتبدأ من البوزيتيف تشارج وبتنتهي فين؟ عند النيجاتيف تشارج. هنا عندي في المagnetic field lines بنقول start from the north pole of a magnet and end at the south pole وبتنتهي فين؟ في الساوث بول. طب كمان عندي من ال properties of the magnetic field lines إن هما they are denser near the poles and far separated as they move away from them. بيكونوا هنا denser فين؟ denser هنا عند البولز، أو بتكون denser هنا عند البولز، وبيكونوا separated كل لما هبعد بعيد عن البولز and far separated as they move away from them. عندي هنا سؤال في كتاب المعاصر بيقول لي The opposite figure shows several magnets placed on hand. عندي هنا several magnets placed on hand and yet attract paper clips to it. وهنا عملت ايه؟ attraction للpaper clips to it. أول سؤال عندي بيقول لي what is the material which the paper clips are likely made of. طبعا عندي الpaper clips لازم تكون من magnetic material، زي عندي النيكل أو الأيرن أو الكوبالت أو كمان عندي الروت أيرن. يبقى هنا هقول له إن أنا لازم يكون عندي البيبر كليب دي تكون من magnetic material زي واحدة من دول. كمان عندي سؤال بيقول لي What do you conclude from the attraction of paper clips to the magnets even though the hand is between them. ليه حصل هنا attraction للبيبر كليبس على الرغم ان هنا الهاند between the magnet and the paper clips. طيب فاكرين من شويه لما انا قلت ان في حاجه اسمها magnetic field، او انا عندي ده الماجنت ودوت المagnetic field. بيكون المagnetic field بيظهر فيها الايه؟ الeffect of the magnet. فهنا عندي electric field of this magnet extends through the hand and attracts the paper clips at a distance by a magnetic force. فكده طبعا هتعمل attraction للبيبر كليبس لان انا عندي البيبر كليبس دي بتكون فين؟ بتكون جوه المagnetic field. كمان بيقول لك خد بالك the force between two magnets ممكن تكون attractive force او repulsive force. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عندي two magnets وبدأت ان انا اقربهم من بعض من similar poles north وnorth او south وsouth، هيحصل بينهم ايه؟ هيحصل بينهم repulsive force، هيحصل بينهم repulsion. طب لو انا بدأت ان انا اقربهم من بعض من different poles south وnorth هيحصل بينهم attractive force. لكن لو عندي magnet ومagnetic material، عندي magnet، المagnet اهو، وعندي magnetic material زي النيكل زي الايرن زي الكوبالت، هيحصل بس هنا ايه؟ only attractive force. لازم يحصل هنا ما بينهم attractive force. تعالوا كده هناخد مع بعض comparison بسيطة جدا بين الالكتريك فيلد والمagnetic field. قلنا ان انا عندي الالكتريك فيلد هي عبارة عن ايه؟ اهو تعالوا نفتكر، عندي اهو تشارج، الريجن around the electric charge هي دي الالكتريك فيلد. يبقى هقول له the region around an electric charge where its effect appears. لكن عندي المagnetic field هو نفس الكلام، بس هنشيل electric charge ونحط مكانها magnet. هقول ان هي the region around the magnet where the effect of its magnetic force appears. المagnetic force of the magnet appear فين؟ في المagnetic field. طب عندي هنا electric field represented by electric field lines، لكن عندي المagnetic field represented by magnetic field lines. طب تعالوا كمان ناخد مع بعض comparison between the electric field lines والmagnetic field lines. الاتنين قلنا ان هما imaginary lines that don't intersect each other. هما الاتنين نفس الكلام، بس هنا بالنسبة للإلكتريك فيلد لاينز قلنا إن الإلكتريك فيلد لاينز starts from the positive charge and ends at the negative charge. بتبدأ من البوزيتيف وبتنتهي فين؟ عند النيجاتيف. لكن عندي الإلكتريك فيلد لاينز start from the north pole of the magnet and end at the south pole of the magnet.
كمان عندي electric field lines they end at the surface of charged objects and don't penetrate them. لو عندي charged object كان ايه اللي بيحصل؟ electric field lines don't penetrate the charged object. هنا stop أو end at the surface of the charged object. طيب بالنسبة هنا للمagnetic field lines قلنا they are denser near the poles بتكون denser near the poles and far separated as we move away from them. وكل ما نبعد عن البولز بيكونوا far separated بيبعدوا عن بعض. كده احنا خلاص خلصنا lesson 2 من unit 2. خلاص خلصنا المagnetic forces. كان درس صغير قوي وبسيط قوي والاسئله كمان عليه بتكون بسيطه جدا وسهله جدا. يا رب تكونوا فهمتوا. لو في اي حاجه مش فاهمينها اكتبوا لي في الكومنتس او ابعتوا لي على جروب الواتساب. هتلاقوا لينك الواتساب مكتوب عندكم في الديسكريبشن. يلا اعمل لايك حالا وسبسكرايب علشان اول ما انزل الفيديو الجاي يجيلك على طول. واشوفك المره الجايه على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.